أهلا بكم في برنامجكم شخصية مؤثرة مع مروة صالح. في ناس عايشة حياتها بشكل عادي، وفي ناس بتسيب علامة مستحيل الزمن يمحيها. النهاردة هنتكلم عن شخصية أثرت في ملايين، شخصية غيرت واقعها وخلت الكل يتكلم عنها، شخص في يوم من الأيام كفر بالعلم والدين، لكنه تحول لعالم كبير ومفكر عظيم في تاريخنا الحديث. حلقتنا عن الدكتور مصطفى محمود. اتولد مصطفى محمود في شبين الكوم محافظة المنوفية يوم 27 ديسمبر 1921، ويمتد نسبه لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأخ الأصغر في أسرة كانت بتنتمي للطبقة المتوسطة. يعني أنا هقدم نفسي مصطفى كمال محمود حسين، مولود في شبين الكوم بالضبط حوالي سنة 7، يعني يوم 27 شهر 12 سنة 21. والده كان موظف حكومي واتنقل لطنطا، وسكنت الأسرة جنب مسجد السيد البدوي، ودخل الكتاب في سن صغير حوالي 4 سنين، وبعدها دخل مدرسة الشوكي وحفظ كتير من القرآن. مصطفى تفوق بعد مروره بفترة من الفشل والقلق، وبدأت مواهبه تظهر زي حب الموالد والذكر، وتعلق بالصوفية، وبدأ في ارتجال القصص والحكايات، وحب العلوم والتجارب العلمية، وكان بيتمنى يبقى موسيقار عالمي أو مخترع. ودخل كلية الطب، ومن حبه للعلوم عمل معمل صغير في بيت والده، وصنع فيه العطور والصابون، واشتهر بين زمايله باسم المشرحجي، وده بسبب حبه لتشريح الجثث. ومع العلم حب الموسيقى وتعلم عزف العود، وفي السنة الثالثة في الكلية أصيب بمرض في صدره، ودخل مصحة للعلاج استمر العلاج فيها 3 سنوات، وكانت فرصة للتفكير والتأمل. الدكتور مصطفى محمود مر برحلة طويلة جدا من الشك في وجود الله إلى الوصول لإيمان قوي، وكان دايما يقول أنا فضلت 30 سنة بحاول أدور على الحقيقة، وده اللي خلاه يكتب كتابه الشهير رحلتي من الشك للإيمان. الدكتور مصطفى محمود له العديد من الكتابات، وفي كتب في الأدب وروايات علمية زي العنكبوت ورجل تحت الصفر وأينشتاين والنسبية، وطبعا كانت له كتابات في السياسة، كتب العديد من المقالات والكتب عن القضية الفلسطينية. وطبعا ما ينفعش نتكلم عن مصطفى محمود من غير ما نجيب سيرة برنامج العلم والإيمان. البرنامج ده كان زي نافذة جديدة لناس كتير يشوفوا العلاقة بين العلم والدين بشكل مختلف. اتكلم فيه عن معجزات ربنا من خلال العلم، وبلغ عدد حلقات البرنامج 400 حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. الفضول صفة مركوزة في النفس البشرية تلازمها طول العمر. نلاحظ هذه الصفة مع الأطفال بالذات. تكون ماشي مع ابنك واخده في إيدك بالليل، تبص لاقيه بيبص للسماء يقول لك ايه دي يا بابا؟ تقول له دي نجمة. يعني ايه نجمة يا بابا؟ يعني حاجة زي الشمس. ورغم نجاحه وشهرته إلا إنه كان بيحب العزلة في حياته الشخصية، وبسبب العزلة والانطوائية فشل في زيجتين، واحدة كانت سنة 1972 والزوجة التانية كانت سنة 1983، والاتنين انتهوا بالطلاق. فمحمود كان له جانب من الأعمال الخيرية، يعني بنى من حسابه الخاص مسجد كبير سماه على اسم والده مسجد محمود، لكنه اشتهر باسم مسجد مصطفى محمود، وألحق بيه
مستشفى خيري رفض الدكتور مصطفى محمود العديد من المناصب زي وزير الثقافة أو وزير الأوقاف. توفي الدكتور مصطفى محمود في 31 أكتوبر 2009. الدكتور مصطفى محمود مش مجرد اسم، هو فكرة ورسالة. في ختام الحلقة لازم نسأل نفسنا، إيه الحقيقة اللي إحنا بندور عليها في حياتنا؟ ويا ترى مستعدين نبذل الجهد عشان نوصل لها؟ شكرا لمتابعتكم. استنوني في حلقة جديدة من شخصية مؤثرة مع مروة صالح.